فاتحة بيت رشك تتحول إلى ضجة كبيرة بين مشاهد الحزن وانتقادات المبالغة والاستعراض. بعد تصدر فاتحة بيت رشك الترن بسبب توافد الشيوخ والوجهاء والأجواء الكبيرة التي رافقت العزاء، انقسمت مواقع التواصل بشكل حاد بين متعاطف مع العائلة ومنتقد لما اعتبره مبالغة واستعراضا في مراسم الفاتحة. فبينما رأى كثيرون أن ما حدث يجسد مكانة العائلة واحترام الناس لهم، اعتبر آخرون أن الفاتحة كانت أكبر من المعتاد بالنسبة لوفاة امرأة كبيرة في السن، وأن بعض المشاهد بدت وكأنها مخصصة للظهور أكثر من كونها مجلس عزاء. التعليقات اشتعلت بشكل غير مسبوق، حيث كتب البعض أن العزاء صار ترن، بينما رد آخرون بأن إكرام المعزين وتقديم الطعام واستقبال الشيوخ من العادات العراقية الأصيلة ولا علاقة له بالاستعراض. وبين الحزن والانتقادات والدفاع، تحولت فاتحة بيت رشك إلى واحدة من أكثر المواضيع إثارة للجدل على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية. ولا تنسون تضغطون لأيك وتتابعوننا ليوصلكم كل جديد من صياد المشاهير. صلى على محمد. العربي في المزارع. كل الشكر على كل شخص اجى وتعني، ان شاء الله نرجع لكم اياهم بالافراح، ما قصرتوا. الله يحفظكم والله يكافيكم الشر ان شاء الله، والله لا يشوفكم مكروه بحق الحسين. روبا يا شهر الروبا. قابله من يلا ابوي يلا ابوي كافي بعد لا تاخذ من عند العطيه وخا عنه شو اللي تعال ولد هاي من وقت هناك علوي سوى اخر واحد. حياك الله يا مرحبا. طيب يا هلا حياك الله. عل الصبح والليل عليل. هلا خالد اهلا وسهلا. كل الهلا اهلا وسهلا. حياك الله معجون ابو علي يا مرحبا. حياكم الله اهلا وسهلا. مية الف هلا حياكم الله. هلا ومية هلا. هلا سيد عزيز هلا مولاي.
هلا ومرحبا حياكم الله. هلا بالشيخ. السلام عليكم. الله حيوه وسهلا. حياتك الباب يا مرحبا. هلا ابو عبد الله. هلا بالبيك. هلا بالبيك. مشتاقين لك. هلا مرحبا. يا اخي العزيز. هلا ابو عبد الله. اشتاق لك. حياكم الله. انا وين تكمل تعالك؟ ما تروح ابو عبد الله. وين تكمل تعالك؟ ما تروح ابو عبد الله. ما تروح. لا ما تروح. علي علي وين؟ هلا بالشيخ. هلا بالبيك. حيا الله. هلا البصر. بارك الله يستر عليكم. ايوه ولا اقول لك. السلام عليكم. يا مرحبا يا مرحبا. ما خلت. السلام عليكم. صلى على محمد. العربي في المزارع.